امتحانات الثانوية العامة خلصت او قربت تخلص، مبروك. بس استنى، في خطوة مهمة جدا هقولها لك دلوقتي لازم تعملها قبل حتى ظهور النتيجة. ايوه زي ما انت سمعت كده، التقديم في بعض الكليات بيبدأ بعد ما تخلص اخر امتحان مباشرة، وإلا هيضيع عليك فرص كتير جدا في الكليات. طيب الحاجة دي وهي القدرات. كتير من الطلاب ما يعرفوش ان اختبارات القدرات لبعض الكليات بتكون قبل حتى ظهور نتيجة الثانوية العامة. يعني انت بتخلص امتحانات من هنا وتلحق بسرعة تقدم فيها، لان بيكون ليها وقت معين للتقديم وبتقفل بعدها. فلو لا قدر الله مجموعك قليل او كنت حابب تدخل كلية من دول، لازم تسمع كل كلمة في الفيديو وتركز كويس جدا، عشان النهاردة هقولك كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الكليات دي بالظبط. وخلينا نروح لأول نقطة، وهي ايه الكليات اللي محتاجة قدرات. 1. الفنون الجميلة وأقسامها، فنون وعمارة. 2. الفنون التطبيقية. 3. التربية الموسيقية. 4. التربية النوعية. 5. التربية الفنية. 6. التربية الرياضية. تمام كده، عرفنا الكليات اللي محتاجة قدرات. تعالوا بقى نعرف ازاي نقدم في الاختبارات دي بالظبط. بص، اول حاجة الموضوع بيحصل كله الكتروني، يعني مفيش داعي انك تروح الكلية بنفسك في الاول. ركز معايا في الخطوات دي عشان تعرف ازاي تقدم بالظبط. اول حاجة، التقديم بيفتح بعد انتهاء الامتحانات مباشرة وبيستمر لايام محدودة جدا، يعني لازم تتابع موقع التنسيق يوميا. اول ما يفتح، وده هيحصل قبل النتيجة، هتروح بسرعة تكتب على جوجل موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم. هيطلب منك حاجتين، تدخل رقم جلوسك والرقم القومي بتاع بطاقتك. تمام كده؟ تمام. اول ما يفتح هتختار حجز الموعد، بتختار الكلية اللي انت عايز تمتحن فيها، سواء بقى تربية رياضية، تربية فنية، فنون جميلة، كل الكليات اللي قلنا عليها ديت هتلاقيها عندك في لستة. تمام. الموقع بيحدد لك اليوم والساعة والمكان بالظبط حسب موقعك الجغرافي، يعني لو انت من اسكندرية هتلاقيه اقرب حاجة ليك في اسكندرية، ولو الكلية دي مش موجودة مثلا في اسكندرية هتلاقي اقرب حاجة ليك في القاهرة او بقى في الصعيد، او على حسب بقى الكلية دي موجودة فين. تمام كده؟ تمام. بعد ما بتحجز بقى هتاخد الصورة اللي انت حجزت بيها دي. ركز كويس جدا، الصورة اللي انت حجزت بيها ومكتوب فيها بقى الامتحان بتاعك واسم الكلية ورقمك القومي وكل ده، هتاخد الورقة دي وهتروح تطبعها في اي مكتبة، هتطبع الايصال ده من اي مكتبة، وبعد كده هتروح الكلية في اليوم المحدد ليك. وما تنساش بقى كل كلية بيكون ليها طلبات معينة، يعني مثلا لو فنون هتحتاج اقلام رصاص والوان، او لو مثلا تربية رياضية تحتاج لبس رياضي، وهكذا. وعموما لو عايز اي كلية معينة هتلاقي عندي فيديو لكل كلية، يعني فيديو عن تربية رياضية، فيديو عن تربية نوعية، وهكذا عن كل الكليات بتفاصيلها بقى، محتاج ايه في القدرات، اقسامها ايه الكلية، ليها فرص عمل ولا لا، كل حاجة هسيبها لكم هنا. الفيديو ده هسيبه لكم في صندوق الوصف، لو عايز اي كلية هتلاقيها عندي على القناة. تعالى بقى اقولك شوية نصايح مش كتير يعرفها، وده السر اللي هيخليك تنجح في القدرات. اول حاجة عايزاك تعرفها ان الامتحان نجاح وسقوط. يعني ايه؟ يعني مفيش درجات هتضاف للمجموع وكده، لا، النتيجة بتكون لائق او غير لائق، المهم انك تعدي 60%. تاني حاجة، في كورسات بتأهلك قبل اختبارات القدرات، زي مثلا كليات الفنون محتاجة تدريب على المنظور والظل والنور. لو ما عندكش خلفية شوف وابحث عليها على اليوتيوب، وعموما ما تقلقش، يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة، كورسات يومين 3 كده كافيين جدا يلمولك الدنيا والاساسيات. تمام. تالت حاجة بقى، مفيش فرصة تانية للأسف، يعني انت لو قدمت في كلية ورسبت فيها او سقطت في الاختبارات ديت مفيش اعادة للأسف، بس الحلو انك ينفع تقدم في اكتر من كلية في نفس الوقت. يعني مثلا ينفع ان انت تقدم في اختبارات تربية رياضية وفي نفس الوقت اختبارات تربية نوعية، عشان لو متقبلتش في حاجة تتقبل في التانية او تبقى ضامن الاتنين. وده انصح بيه اي حد مش ضامن المجموع او مثلا مقلق او محلش كويس او كده. تمام. واخيرا ربنا يوفقكم جميعا. لو عندك اي سؤال عن كلية معينة اكتبهولي في التعليقات وهرد عليك فورا، وما تنساش بقى تعمل لايك وشير مع اصحابك عشان يلحقوا نفسهم هم كمان قبل ما الفرصة تروح عليهم.